السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت العشر دقايق بطريقه سهله جدا، وبجد مش بياخد اي وقت خالص. عجينته سهله، ما بتاخدش اي وقت ولا بياخد وقت في الفرن، يعني في نص ساعه هتخلصي الوصفه كلها. وهوريكم بقى هو قد ايه بقى هش من جوه ومقرمش وحلو جدا. يلا بقى نخش على الوصفه. معايا هنا بيضتين، هحط على البيضتين كوباية الا ربع من السكر، وهحط عليهم كيسين فانيليا، يعني كل بيضة بحط عليها كيس فانيليا. تمام. ممكن كمان نستخدم بيضة واحدة، مش لازم بيضتين. لو استخدمنا بيضة واحدة نستخدم كيس فانيليا، لو استخدمت بيضتين نستخدم كيسين فانيليا. حطيت بقى ربع معلقة صغيرة من الملح، وهحط 3/4 كوباية من الزيت. مقدار السكر هو مقدار الزيت. هقلب بقى كويس جدا المكونات دي لمدة كده 5 دقايق، لحد لما احس ان السكر خلاص بدأ يدوب معايا. تمام. هبدأ بقى احط نص كوباية من النشا. طبعا الدقيق والنشا بنخلهم. دي نص كوباية من النشا، هحط عليهم 2.5 كوباية من الدقيق. كوباية دقيق اهو، هبدأ ان انا انخلها. هحط 2 كوباية دقيق الاول، وهقلب المكونات كويس، وبعد كده احط نص كوبايه الدقيق في الاخر. حطيت 2 دقيق، هحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب بقى المكونات كويس جدا بمعلقه، مش هينفع بقى المضرب في المرحله دي. هبدا اقلب بمعلقه كويس جدا البيكنج باودر والدقيق والنشا اللي احنا حطيناه. هقلبه كويس قوي لحد لما الاقيه اختفى كده، وبعدين هبدا احط كوبايه الايه نص كوبايه الدقيق الباقيه عشان هعجن العجينه معايا. تمام. هبدأ بقى احط نص كوباية الدقيق الباقية، وهقلب بقى المكونات كويس جدا لحد لما تتكون معايا عجينة طرية ومش بتلزق في ايدك. تمام. الماء الدقيق اختفى معايا. هبدأ ان انا هلم العجينة بايديا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هي كده العجينة مش بتلزق في ايدي وبقت تمام التمام. هسيبها ترتاح 10 دقايق وهبدأ ان انا هشكلها. انا بس هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. شايفين العجينة معايا اهي، طريه قوي وما بتلزقش في ايدي وحلوه وجميله جدا. هبدا بقى اسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، ونبدا نشكل البسكوت معانا. ممكن ناخد نص كميه لو انت بتحبيه بالكاكاو. هناخد اخر نص كوبايه دقيق. اخر نص كوبايه دقيق حطيتها، ممكن نحط نصها كاكاو ونصها دقيق. تمام. يعني ربع كوبايه كاكاو وربع كوبايه دقيق. فربع كوبايه الكاكاو بيعايروا معايا كوبايتين معلقتين كبار من الكاكاو الخام. وهبدا بقى ان انا احطهم، هيبقوا معاكي لونهم غامقين. وممكن اخد نص العجينه وهحط عليها ربع كوبايه يعني اقسم العجينه نصين، وابدا احط ربع كوبايه كاكاو في نص، والنص التاني احط فيه ربع كوبايه دقيق. تمام. فهتبقى العجينه حلوه قوي معاكي، وهيطلع معاكي شكلين مختلفين. هبدأ بقى ان انا هكورها. بعد ما كورتهم كور كده وبططتهم حاجة بسيطة، بجيب اي غطا عندي عشان، وهبدأ اعمل شكل البسكوت. ببدأ كده بضغط بالحرف بتاع الغطا لحد لما يديني شكل كده 4 مرات. تمام. بضغط 4 مرات فوق بعضيهم، فبيدي شكل حلو قوي قوي للبسكوت. شايفين؟ يا رب يبقى واضح معانا. اي غطا عندك بتاع ازازة مية، بتاع اي غطا موجود عندك بتستخدميه اهو. ممكن نعمل حجم اصغر من كده. هو لسه كمان لما بيدخل الفرن بحجمه بيتضاعف شوية، عشان طبعا حاطين فيه بيكنج باودر فحجمه بيزيد معايا. فممكن نصغر او نكبر على حسب الحجم اللي انت عايزاه.
هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180، وبياخد حوالي 10 دقايق في الفرن، ما بياخدش اكتر من كده. وبدخله في الرف اللي في النص كده، وببقى مولعة الفرن من تحت. لو اخد لون معاكي من تحت ولسه ما اخدش لون من فوق كويس، ممكن تطفي الفرن من تحت وبعدين تولعي الشوايه عليه اخر دقيقة بس. تمام. وده بقى شكله بعد ما طلع معايا من الفرن. طبعا بسيبه يبرد تماما، وببدا بقى احطه معايا في اي علبه من علب التلاجة، وبيقعد معاكي كده بره التلاجة، بيبقى حلو قوي بقى مع اللبن او الشاي، بيبقى طعمه حلو قوي. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.